حبايب قلبي اللي وحشني، مساء الخير، مساء الجمال، مساء الهنا والسعادة على عيونكم يا حبايب قلبي. وحشتوني كتير كتير كتير. بداية كده يا حبايب قلبي، الفيديو قصير وعايزين نصلي على النبي وادخلوا اعملوا له اشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. انا النهارده شاركتكم وبشارككم الروتين بتاعي بسيط جدا جدا وما فيهوش اي حاجه. طبعا انا النهارده هعمل اكله عاديه خالص، بطاطس ومكرونه وبيض ان شاء الله. المهم يا حبيب قلبي، انا هنا بوريكم. انا كنت فرست الطماطم اللي هي الطريه، طلعتها وجبت عليها كيس صلصه لان هي صفرة شويه، قلت علشان تحمرها. المهم وانا كنت جايبه المكرونه دي فرط يا جماعه، بس بتبقى تحفه قوي قوي، احسن من الاكياس بصراحه، اللي هي بتبقى بتتباع في الشكاره يعني. المهم ونقيت برضو البطاطس اللي هي الصغيره شويه، وقلت اما اغسلها واقطعها علشان اسلقها واعمل النهارده شويه مكرونه وبطاطس كده دافين يدفوا الولاد، وحاجه على السريع كده. المهم يا حبيب قلبي، هنا علقت على حله فيها ميه، وحطيت عليها شويه ملح. احنا متفقين ان احنا ما بنحطش زيت في ميه السليق علشان الصلصه تمسك في قلب المكرونه اما تيجي تحطها في قلب الصلصه. تمام كده، تمام كده. بصي يا حلوين، انا هنا بعد ما سلقت المكرونه ونزلتها شطفتها بشويه ميه ساقعين. عادي، انا بشطفها، في ناس ما بتحبش تشطفها، انا بحب اشطفها عادي. المهم يا بنات، انا جبت هنا الحله بقى، جبت حله وجبت فيها شويه زيت بقى عشان انا ما حطيتش طبعا زيت في السليق. وبعدين جبت كيس الصلصه بتاعي فرغته ولفيته زي ما انتم شايفين كده، وحطيت، قلت هنزل بقى بشفشق طماطم، عملته ضربته في الخلاط وصفيته كويس جدا، وهنزل بيه علشان اسبك الطماطم للمكرونه علشان ان انا احطها. طبعا هنا كانت المكرونه اتصفت، وكنت البطاطس طبعا متعلق عليها كانت بتستوي. طبعا هقشرها وهحمرها معاكم وكل حاجه. طبعا هنا يا بنات، انا عشان برضو حاسه ان الطماطم لسه صفرة شويه، انا هنا تبلت بهرت الصلصه بتاع الطماطم، حطيت ملح وفلفل اسمر، وحطيت شويه بابريكا كده عشان يحمروا بس اللون بتاعها شويه، لان انا برضو حاسه ان هي مصفرة شويه. المهم هنا طبعا انا جبت لكم كانت المكرونه بتاعتي انا جبت وانا بغسلها اهوت، على اساس ان هي انا كنت صفيتها في المصفى وسبتها ونزلت عليها الميه وقلت اما احط الصلصه علشان تتسبك وارجع لها بقى تاني اشطفها تحت الميه بميه ساقعه يعني بالميه الساقعه. وهنا الطماطم بتاعتي كانت بتتسبك ما شاء الله عليها، هي بدات تحمر وتاخد لون عشان انا حطيت عليها بس شويه كركم، عفوا بابريكا هي اللي بتحمر، مش كركم، اللي هي البابريكا الحمرا دي. بس انت ما تكتريش عليها بابريكا يا بنات، علشان ما تسودش الحاجة اللي انت بتعمليها، حاجة بس بسيطة كده، وبعد كده بتلاقيها حمرا لوحدها. او لو عندك حتة بنجر ممكن تحطيها او تفرميها مع الطماطم. البنجر الاحمر ده يا بنات اللي انتوا عارفينه كلكم ده. المهم هنا كنت قشرت البطاطس طبعا، وقلت بقى اما احمر بطاطس عشان كانت الولاد عايزين يعني يتغدوا وكده، واحمرها، وبتبقى جميله قوي يا بنات بصراحه. والله الاكله دي بالذات اما بتتعمل وهي سخنه بتبقى تحفه، بتبقى حلوه حلوه يعني بصراحه. بتتاكل جميله جدا، والله العظيم محيره على الاكل برضو. وهنعمل ايه؟ ما هو كل يوم حيرة طبعا، هنعمل ايه غير كده بصراحة يعني. فانتي ما يعني اللي موجود عندك اعمليه، والله العظيم وبتتقضى بأقل حاجة. المهم يا حبيب قلبي، النهاردة كل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش ليلة النصف من شعبان، ادعوا يا بنات كتير، ادعم ادعم ادعم. النهاردة 14 شعبان، بكرة 15. كل سنة وانتم طيبين وانتم بألف خير وبصحة وسلامة يا رب، وربنا يعودها عليكم الأيام بخير وفي أحسن حال. وربنا يرضيكم يا رب ويكبر بخاطركم ويريح قلبكم، ويدي كل حد عايز حاجة يديهاله، وكل حد بيتمنى حاجة يا رب يديهاله. وربنا يرضيكم جميعا يا حبايب قلبي يا رب، وإن شاء الله يا رب ما تحرمش منكم العمر كله يا حبايبي. هنا كنت حطيت الصلصة بتاعتي، كانت استوت خلاص اتسبكت، وكانت لونها جميل جدا. انا كنت خايفة من لونها بأمانة، بس اللون بتاعها اتظبط واللون بتاعها حلو وجميل. هنا نزلت بالمكرونة بتاعتها. طبعا المكرونة بتاعتي مفلفلة جدا وجميلة، تحفة. انا بحب المكرونة اللي هي السايبة دي يا بنات، اللي هي مش بتيجي في اكياس، بتيجي بالكيلو كده، بتيجي في شكاير وبتتحط بالكيلو، تبقى جميلة جدا. هنا البطاطس انا كنت حطيت دور تاني،
هنا هطلع البطاطس برضو اللي ما شاء الله دي، والله العظيم بجد يعني ممكن في ناس تقول لي مش ده بطاطس، لا بس بجد البطاطس دي يعني جلاش مش بطاطس والله، يعني المفروض يتقال عليها جلاش مش بطاطس. المهم هنا يا بنات هي احمرت معايا وابتديت ان انا اطلعها. وهنا بطلعها اللي احمرت معايا بطلعها طبعا. وبعدين هرجع احط دور كمان بطاطس علشان ان هي تتحمر بقى كلها. بحب احمرها مره واحده. بصراحه انا بعشق البطاطس اما بتبرد. انا في اكيد دي وجهه نظر مختلفه عن معظم الناس واكتر الناس، يعني الاغلبيه العظمى. في ناس بتحب البطاطس سخنه، انا لا، انا بحبها اكيد في ناس كتير خالص بيحبوا ياكلوا البطاطس دي سخنه، انا العكس. انا ان كانت البطاطس سخنه ما بعرفش اكلها خالص. انا مش عارفه، انا اكيد مختلفه عن ناس كتير خالص يعني. المهم انا هنا بحب اكل البطاطس سخنه. اما المكرونه انا عامه بحب اكل الاكل بارد، بس طبعا انا على اختلاف ولادي طبعا وبابا الولاد وكده، فهم بيحبوا الاكل ساخن طبعا. المهم انا كنت خلصت يا بنات وعملت الاكل وعملت سلطه وحطيت المخلل والف هنا وشفا. والله العظيم هي حيره، بس هنعمل ايه؟ بس والله العظيم الاكله كانت جميله وطعمها زي السكر وطعمها زي العسل، وكانت سخنه واتاكلت سخنه وبألف هنا وشفا. وشايفين يا بنات المكرونه مفلفله ازاي وجميله، تحفه 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 المكرونه ده. واحنا اصلا بنحب نوع المكرونه ده. الولاد بيحبوا اوقات اللي هي السباكيتي، وفي مكرونه اقلام برضو بيحبوها. المهم هنا كنا اتغدينا الحمد لله وشربنا الشاي اللهم لك الحمد. قلت بقى عايزه اعمل شويه تنظيفات علشان رمضان كده. قلت هلم بقى المفارش والحاجات بتاعتي، كل المفارش بتاعتي بدات الم فيها وهغسلها. وطبعا هنفرش مع بعض الفرش او تنظيفه رمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. على اساس ان احنا يعني ما بننضفش كل يوم ولا بننضف على طول، يعني احنا على اساس ان احنا مستنين رمضان علشان ننضف بس يعني. لا والله احنا بننضف كل يوم وعلى طول عاملين روتينات، وكل يوم عاملين روتين، والروتينات بتاعتنا بتبقى مختلفة. بس هنعمل ايه؟ والله هي كده. احنا اول واحد عمال بيقول مثلا برضو بنخفف علينا الحاجة طبعا علشان يعني ما تقليش على نفسك. انا والله بصراحة النهاردة يعني لميت الفرش وقلت هغسله. وبعد كده بقى ايه ابقى اشتال السجاد وانفض الشبابيك، كل ده ان شاء الله هنعمله مع بعض. بس انا قلت وانا معاكم النهارده كده اشتال الفرش واشتال المفارش وحتت الانتريه والحاجات دي احنا شلناها مع بعض مره برضو قبل كده، واغسلها وقت زي ما تنشف بقى براحتها كده. ابدا امسح بقى وانضف وابدا افرش تاني الحاجات بتاعتي وكده. طبعا انا هنا كنت بلم المفارش كلها. وبنات سامحوني علشان انا بصور بايد والله وايدي التانية شغالة، فعشان كده انا مش يمكن مش مالكة التصوير شو كويس، بس على قد ما بقدر انا بصور لكم. ويا حبيب قلبي والله انا مبسوطة بجد 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 على متابعتكم ليا، وده شرف ليا طبعا. وادخلوا يا حبيب قلبي اللي ما عملش اشتراك يدخل يعمل اشتراك وعشان يوصل لكم كل جديد. وادعوا يا بنات النهارده ربنا يتقبل منكم يا رب صالح الاعمال. وكل سنة وانتم طيبين، وهتوحشوني هتوحشوني لحد الفيديو الجاي. والله بجد بتوحشوني وبحبكم في الله، وربنا ما يحرمنيش منكم ابدا ويخليكم ليا يا رب العمر كله. بحبكم بحبكم كتير خالص. ومع الف 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 سلامة يا حبايب قلبي، واشوفكم على خير الفيديو الجاي باذن الله. واستنونا هنفرش مع بعض وهنعمل روتينات كتير جدا مع بعض. ورمضان جاي وهنعمل وصفات كتير جدا مع بعض. وربنا يخليكم لي يا رب ما يحرمنيش منكم ابدا العمر كله. ويا حبايب قلبي زي ما احنا متعودين نصلي على النبي.